الو. ايوه يا مدام، لقيت لك شقه لقطه واكيد هتعجبك. فرحت جدا ورحت في نفس اليوم مع واحده صاحبتي عشان نشوف الشقه. العماره شكلها حلو جدا. قابلت السمسار والبواب جه وخدنا وطلعنا الشقه. البواب فتح الشقه ودخلنا انا وصاحبتي والسمسار. الشقه واسعه وجميله ومريحه جدا. بداوا يفتحوا البلكونات وصاحبتي بتتكلم مع السمسار والبواب اللي عمالين يقولوا لها مميزات العماره والمكان. بس انا كان لافت نظري لعبه على شكل دبدوب صغير مرمي على الارض. معرفش ليه ما كنتش قادره ابعد عيني عنها. قربت منها ومسكتها، بصيت عليها وابتسمت. لقيت الدبدوب هو كمان ابتسم. ومرة واحدة حاجة زي طيف أبيض لطفلة صغيرة طلعت جري من الطرقة، خبطتني وجريت للصالة. أنا من خبطتها كنت هقع والدنيا لفت بيا، بس سندت على الكرسي على آخر لحظة. فضلت ماسكة في الكرسي وأنا بص عليه وأنا مفيش في دماغي غير حاجة واحدة: الكرسي ده جه منين؟ الشقة كانت فاضية، ما كانش فيها أي عفش، بس ببص على الأرض لقيت نفسي دايسة على سجاد، وبطرف عينيا لمحت العفش اللي في الصالة. لكن فجأة سمعت صوت زعيق راجل. فقت من اللي أنا فيه وبصيت ناحية الصوت. لقيت راجل غريب وقف بيزعق لبنت صغيرة حوالي 8 سنين، عاملة ضفيرتين وماسكة الدبدوب اللي كان لسه في ايدي واختفى. بصيت حواليا، لا لقيت صاحبتي ولا البواب ولا السمسار. أنا كنت لوحدي معاهم والشقة كلها مفروشة. الراجل كان عمال يتهم البنت بحاجة ويزعق فيها ويزقها، وهي عمالة تعيط وتدافع عن نفسها وتقوله أنا ما خدتش حاجة. بعدها مد إيده وقعد يشد منها الدبدوب جامد، وهي ماسكة فيه ومش عايزة تسيبه وبتصرخ. لما معرفش ياخده منها مسك البنت من ضفايرها ونزل بالأقلام على وشها. غصب عني زعقت فيه وجريت عشان أحوشه. لقيت نفسي في أوضة نوم طفلة، وعلى الحيطة صورة البنت اللي كانت بتتضرب بره. جريت طلعت من الأوضة، لقيته منيم البنت على الأرض وقاعد فوقيها وماسك سكينة. فضلت أصرخ عشان ما يعملش فيها حاجة، لغاية ما البنت راحت بصالي بنظرة كلها حزن ويأس، وحدفت لي الدبدوب اللي في ايديها. وفي نفس اللحظة السكينة مشيت على رقبتها. بس أنا حسيت بالسكينة على رقبتي. أنا مسكت رقبتي وأنا حاسة إني مش قادرة أخد نفسي، وقعت على الأرض. فقت وأنا بصرخ وأعيط على إيد صاحبتي وهي عمالة تهزني وتغسل لي وشي وأنا واقعة على الأرض، لحد ما أخيرا هديت وعرفت أقف على رجلي تاني. طبعا كان السؤال المنطقي: ايه اللي حصل؟ ومالك ماسكه الدبدوب ده كده ليه؟ بعدت ايدي عنها بالدبدوب وانا بصلها باستغراب، حتى هي عايزه تاخد الدبدوب بتاعي. قلت لهم خليكوا هنا شويه وارجع لكم. سبتهم ودخلت اوضه البنت، قصدي اوضتي. قعدت على الارض مكان سريري ما كان محطوط. حطيت الدبدوب قدامي وقلبته على وشه. فتحت السوسته اللي في ظهر الدبدوب وطلعت منها زراير البدله بتاعت بابا الدهب. انا اللي خدتها عشان اعملها حلقان لدبدوبي، وكنت هرجعها تاني، بس هو مرحمنيش. قمت دخلت المطبخ ومسكت السكينة، نفس السكينة، وخدت قراري. أنا كل ما أشوف بابا هقوله إن أنا اللي خدت الزراير، وهعمل فيه زي ما عمل فيا. كان في شعور جوايا ملخبطني مش فاهماه، بس طلعت على الصالة وشفت بابا. حاجة من جوايا بتقولي إن ده البواب،
بس انا قلت لا، ده ده بابا. جريت عليه وقلت له الزراير معايا يا بابا. وقبل ما ينطق كانت السكينة بتشق رقبته. ببص جنبه لقيت بابا تاني، بابا كان متخشب من الصدمة. حاجة من جوايا بتقولي ده سمسار، بس لا، ده بابا. ولسه هيجري بس انا سبقته وقلت له بابا الزراير معايا يا بابا. وراسه كانت طايرة جنب جثة البواب. بصيت للدبدوب وقلت له مش قلت لك اننا هناخد حقنا؟ يلا ننزل الشارع وكل ما نشوف بابا نعترف له ان الزراير معانا. بابا الزراير معايا يا بابا. 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 بس هو ما رحمنيش.